الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل فطارنا ايه. هنعمل لوبيا وهنعمل رز وهنعمل لسان عصفور. ماشي، بس اول حاجه هنعملها نصلي على النبي ونوحد الله ونقول لا اله الا الله ونحط لايك. معنا حله بقى، حله الضغط بتاعتنا الجميله اهي اللي بتسعفنا في الاوقات الضيقه. فيها ميه اهيت. هنحط بقى اللحمه بتاعتنا. بسم الله بسم الله ولا قوه الا بالله. تاني حاجه ننزل بالبصل والجزر والطماطم، شويه التوابل الحلوين بتوعنا اللي هو ورق لوري وحبان وفلفل، ونقفل بقى الحله بتاعتنا القفله المتينه. تاني حاجه بقى يا حبايبي، احنا كده قفلنا الحله اهي. ما تبدا تغلي احط لها طبعا الصفاره بتاعتنا هنا كده. معانا بقى ربع كيلو لوبيا اهو، انا منضفاه كويس وغسلاه. نحطه اول حاجه ده يتسلق ونشوف هنعمل ايه بعد كده. تاني حاجة يا حبايب قلبي يا غاليين، حطيتوا لايك ولا لسه؟ حطوا لايك. معلقة سمنة اهي في الحلة، بصلاية وسط طبعا عشان ده ربع كيلو. لو هنعمل كمية اكبر ممكن نكبر البصلات. وننزل كده ايه مفرومة بسيط ناعم. ماشي يا حبايبي. وهنحط لها طبعا مع معلقه ثوم مفروم برضو، بس ايه مش دلوقتي، اما البصله تدبل كده تصفر شويه. حبايبي كده قطعنا البصله اهي تدبل كده سكه، نروح نازلين عليها بالايه معلقه الثوم المفروم. نعمل احلى شويه لوبيا. نغير بقى كده. حبايبي ننزل كده بقى بالثوم، مكترش يعني توم عشان هي الثوم بس يدينا طعم كده وريحه حلوه في اللوبيا بتاعتنا. اللي بيعمل اللوبيا بقى بالطريقه دي يقول لي، واللي ما بيعملش بالطريقه دي يجربها. نلم كل البصل اللي على اركان الحله كده عشان ما تحرقش منه. بصوا يا حبايب قلبي يا غاليين، كده لون البصل حلو قوي. مش لازم نغمقه قوي كده عشان ايه نحس بطعمه في الاكل. ننزل بقى ايه الطماطم والصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض. زي الفل. ايه اللوبيا بتاعتنا خلصت. هنعمل ايه بقى؟ حطينا هتتسلق وادينا عملنا التسبيكه. هنعمل ايه بعد كده؟ نحمر لسان العصفور او نحمر الشعريه ونغسل الرز ونقلبه فيها. المهم ان احنا ايه نخلص حاجتنا، مش هيجري حاجه. ممكن نقلب الرز في الشعريه والسمن وكده ونسيبه ايه قبل الفطار بحاجه بسيطه ونبدا نسويه، مش هيجرى له اي حاجه. هغطيها بقى ونسيبها تتسبك براحتها. بس يا حبايب قلبي كده معانا اللي نحمر لسان العصفور كده، مش هيجرى له حاجه. حله فيها معلقه سمن. السمن لو كتير ممكن نصفيه خالص بعد ما نحمر لسان العصفور، وممكن كمان نحطه في الفرن يتحمص وياخد اللون اللي احنا بنحبه ده من غير سمن ومن غير اي حاجه. الناس اللي مش عايزه دهون، الناس اللي يعني هو لسان العصفور متهيألي مش نافع في الدايت، بس اهو يعني لو حابينه من غير سمن او دهون. هنحمره وبعد ما اللحمه بتاعتنا تستوي هناخد الشوربه بقى بتاعتنا نزوده بيها وحبه جزر مبشورين وخلاص على كده.
كده الشوربة بتاعتنا خلصت. لايكات كتير بقى. بس يا حبايب قلبي حمرنا لسان العصفور، حمر بقى الشعرية تاخد اللون برضو اللي احنا عارفينه دوت، لون الدهبي الجميل. وننزل بالرز نقلبه فيها شوية. لو خلاص مفيش وقت وهنسوي نحط الشوربة بتاعتنا، لسه بدري نسيبه عشان العصفور اهو حمر باللون ده. نسيبه شوية لحد ما نيجي نسوي، مش هيجراله اي حاجة. ممكن تعمليه من بالليل كمان وتسيبيه، او من الصبح لو انت موظفة تنزلي على الشغل وعايزة مجهزة حاجة قبل ما تنزلي عادي خالص. لقي لحمتك، حمري الرز الشعرية وقلبي فيها الرز وسيبيه على الزوادة والتسوية، اعملي تسبيكتك يا دوبك بس تطبقي حاجات بسيطة كده. بس كده على داخلة على احمرارة اهي. هكملها بقى واقلب فيها الرز وارجع لكم. بصوا يا حبايبي التسبيكة بتاعتي اتسبكت اهي واللوبيا استوت. ننزل عليها كده نقلبهم حبة كده في بعض، ياخدوا حاجة بسيطة كده تشويحة كده مع بعض، ونروح نازلين بالشوربة بتاعتنا. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ حبة فلفل اسود، احنا بنسويها نص سوا. ننزل يا حبايبي حبة فلفل اسود كده. الملح بتاعنا بقى انتوا عارفينه وتظبطوه براحتكم كده على حسب الكمية. بصوا غلوتين كده مع الصلصة وهنبدأ نزودها تكمل سواها. احنا مش مسوينها هنا سوا كامل، يعني حاجة بسيطة هتكمل سواها هنا. 3/4 السوا في السليق والربع التاني هيبقى مع الصلصة كده، عشان تاخد طعم كده من الصلصة بتاعتنا دي وتبقى طعمها حلو. ماشي. الرز طبعا اهو قلبته في السمن بقى والشعرية وكده جاهز دوبك نديله الشوربة بتاعته ولسان العصفور. نحط عليه اوعى تروحوا في حتة. حطوا لايكات كتير بقى. بصوا طماطمية مبشورة وجزراية مبشورة. ده اللي بقى بيخلي لسان العصفور بتاعنا عسل. دوبك هنزوده وخلاص على كده. يبقى كده فطرنا كده. ونعمل شوية السلطة الخضراء بتوعنا وكده الحمد لله فضل وعدل من الله. خلص بقى وارجع لك. بس يا حبايبي كده خلصنا الفطار بتاعنا. السلطة الخضراء والشوربة والرز الجميل بتاعنا اهو واللوبيا الجميلة اهيت وادي العصاير بتاعتنا. وكده فطرنا الحمد لله. الاذان بيأذن اهو. صوما مقبولا وافطارا شهيا. ويا رب كده الفيديو يعجبكم. لو بتشوفونا بقى لأول مرة، اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.